استحقر الوظائف اللي تضربكم مشوار على رواتب 3500. ولما اوكي في ناس تقبل بيها، بس لما تيجي تسالوهم كم الرواتب ما يتكلموا ولا يقولوا لكم الا تيجي الانترفيو وبعدين تعرف الراتب. طيب انا حتى لو عرفت مميزات الدنيا فيها، اذا راتب بعد خصم التامينات اقل من 4000 انا ما حاقبل. زي دوبي اخذت السي في ومشيت قلت لا اعتذر. طيب انا لما اجي اسالكم اقل حق عشان لا اضرب مشوار واتعب نفسي كم الراتب، المفروض تجاوبوا، مو تسووا لي انه انتوا اللي واو اللي بتدوا رواتب واو ولا عندكم مميزات واو. ترى ما عندكم ولا شيء. ابسط سؤال انه لما انا اسال كم الراتب، عشان اذا انا شايف الراتب يناسبني اجي واعرف مميزاتك وما اعرف ايش الخدمات الوظيفيه واقبل بيها ولا ما اقبل. اما تسووا لي انه انتوا اللي ما تقولوا كم رواتبكم عشان تضربوا الواحد مشوار، هذه قله ادب. يعني انا الحمد لله عندي سياره، غيري ما عنده سياره، يشوف سواق ويدفع للسواق عشان يضرب مشوار عشان يعرف كم الراتب عشان يستحق الراتب ولا لا. فوالله انتوا يا الناس اللي توظفوا ولا عندكم شركات اتقوا الله في الناس. لما يسالوكم الناس كم الراتب قولوا اتقوا الله في نفسكم. عندكم بزوره بكره تخلفوا بزوره يتمرمطوا كده في الوظائف ويدوروا وظائف ويروحوا ويضربوا مشوار ويطلع الراتب مو محرز، ولا راتب الوظيفه ما يقبلوا به، ولا على قد تعبهم وشهاداتهم ودوراتهم وتعبهم. فاتقوا الله في الناس صراحه. هذه ثاني وظيفه اليوم اقدم فيها الرواتب 3600 3200. معلش انا